في المغرب خاوتي معاناة تاع الغاز. شوف خاوتي معاناة، هذه صورة حصرية خاوتي، هذه صورة جديدة سيدي. راهو بعثها لي واحد صاحبي من كازابلانكا، من واحد البلاصة يسميها درب المغلب. ها هي لك صورة حصرية الأزمة بعد ما الجزائر نحت الغاز يا اخوتي إلى المغاربة. راهم يعانيو في الصمت، راه يعانيو خاوتي الازمه الشديده والخانقه تاع الازمه. من بعد سيدي ما كانش الله غالب، ما كانش سيدي كان يديروا يحب يعوطوا سيدي بالحطب، ولكن الدنيا كلها راه حرقوها خاوتي، ما بقاش الحطب الله غالب، ما كانش الشمع. زادوا سيدي رجعوا المعاناه تاع الغاز من بعد يا خاوتي. من اول يوم قطع يتبون الغاز على المغاربه، هم يعانيوا في الصمت، يعانوا ازمه. هذه في كازا، هذه واحد صديقي بعثها لي قال لي ودي لازمك تتكلم على الوضع هذا اللي راهو يعيشوه مغاربه، لازمك توصل رساله. ولهذا اقول يا اخواتي الجزائر لازمكم تحمدوا ربي، لازمكم تحمدوا ربي، ورانا داخلين في البريكس بسبب احنا رانا نعيشوا في الخير والخمير، وحنا راه بلاد الغاز. الله يا ودي احنا رانا نعيشوا سيدي في الخير. لازمكم تعترفوا بالنعمه تاع الجزائر، اللي رانا نعيشوا في نعمه. رانا داخلين في البريكس سيدي بسبب رانا نعيشوا في نعمه. شوفوا المراركه اللي ما عندهمش سير ديال الغاز، شوفوا المعاناه. انت بتتكلم جد؟ مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. الحمد لله راه عندنا الغاز سيدي، رانا بخير وعلى خير. لازمكم تحمدوا ربي وشوفوا مراكب المعاناة اللي راه يعيشوها المراكب. شوفوا هذه الصورة حصرية. واحد الصديق قال لي ودي لازمك تتكلم على هذه القضية المعاناة، على وعسى توصل الرسالة لعمي تبوني تلقى الغاز المغاربة راه يعانيوا في الصمت، وحنا مقبلين على فصل الشتاء. هذا هو خوتي، بعثوا الرسالة هذه على وعسى توصل المسؤولين يطلقوا الغاز المغاربة، راه يعانوا خوتي. بارك الله.